السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة هنحل مع بعض امتحان محافظة السويس في كتاب المراجعة بتاع الامتحان صفحة 197. أولا لو أنت أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد. أولا الجغرافيا، أجب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول: ألف، أمامك خريطة للعالم، وضح ما تدل عليه الأرقام الآتية. 1 الخليج، رقم 1 هنا في جنوب استراليا، الخليج الأسترالي الكبير. 2 المحيط، رقم 2 ده المحيط الأطلنطي. 3 إقليم مناخي، رقم 3 هنا في شمال آسيا، إقليم التندرة. 4 جبال، اللي في غرب أمريكا الجنوبية ديت جبال الإنديز. ب اكتب المفهوم الجغرافي لما تشير إليه العبارات الآتية. 1 دولة تتكون من جزيرة أو أكثر، أو قد تكون جزء من جزيرة، دول جزرية. 2 منطقة محددة على سطح الأرض لها خصائص مناخية معينة، إقليم مناخي. 3 عدد الأفراد في سن العمل والقادرين عليه والذين يعملون فعليا أو الباحثون عن عمل، قوة العمل. ج بما تفسر. 1 تعرف هضبة التبت بسقف العالم بسبب ارتفاعها عن قمم الجبال. 2 أهمية السهول الساحلية لقارة أوروبا. ليه السهول الساحلية مهمة؟ بسبب اتساعها وتعرجها مما أدى إلى كثرة الموانئ الطبيعية بها. يبقى أهمية السهول الساحلية بسبب اتساعها وتعرجها مما أدى إلى كثرة الموانئ الطبيعية بها. 3 تهجير عدد كبير من الزنوج إلى الأمريكتين للعمل في مزارع القطن وقصب السكر والتبغ التي أنشأها الأوروبيون في الأمريكتين. ثاني للعمل في مزارع القطن وقصب السكر والتبغ التي أنشأها الأوروبيون في الأمريكتين. السؤال الثاني: ألف، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1 يعتبر الصفصاف والبلوط من أشجار غابات الإقليم الصيني. 2 يجري نهر المسيسيبي في قارة نقط ويصب في خليج المكسيك في قارة أمريكا الشمالية. 3 يتركز السكان في المناطق المرتفعة بالدول المدارية مثل دولة نقط بأفريقيا، مثل دولة أوغندا. ب ما نتائج كل من. 1 وقوع القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا أقصى جنوب الكرة الأرضية أصبحت متجمدة وغير مأهولة بالسكان. يبقى أصبحت متجمدة وغير مأهولة بالسكان. 2 زيادة عدد السكان في معظم دول قارة آسيا أدى إلى نقص الغذاء وقلة نصيب الفرد من الدخل القومي وانخفاض مستوى المعيشة ووجود هجرات غير شرعية تتجه معظمها إلى الدول المتقدمة مثل دول أوروبا. يبقى زيادة عدد السكان في معظم دول قارة آسيا أدى إلى نقص الغذاء وقلة نصيب الفرد من الدخل القومي وانخفاض مستوى المعيشة ووجود هجرات غير شرعية. 3 زيادة عدد الأطباء بالنسبة للسكان في دول قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية أدى إلى زيادة الرعاية الطبية وبالتالي قلة الوفيات وزيادة عدد فئة كبار السن. أدى إلى زيادة الرعاية الطبية وقلة الوفيات وزيادة عدد فئة كبار السن. ج أعد كتابة العبارات الآتية صحيحة. 1 يفصل قارة آسيا عن قارة أوروبا جبال البحر الأحمر. يفصل قارة آسيا عن قارة أوروبا جبال أورال. 2 تنمو حشائش السافانا ضمن إقليم مناخ البحر المتوسط. تنمو حشائش الاستبس ضمن إقليم مناخ البحر المتوسط. 3 تعتبر دول الخليج العربي من الدول ذات الدخل الاقتصادي أقل من المتوسط. تعتبر دول الخليج العربي من الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع. 4 يتركز سكان قارة أوروبا بدرجة أقل في دول الغرب عن دول الشرق. يتركز سكان قارة أوروبا بدرجة أكبر في دول الغرب عن دول الشرق. ثانيا التاريخ. السؤال الثالث: ألف بما تفسر. 1 تدهور دولة المماليك اقتصاديا منذ أواخر القرن ال15. هقول له بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح عام 1498 وتحطيم الأسطول المملوكي في معركة ديول بحرية عام 1509. ثاني بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح عام 1498 وتحطيم الأسطول المملوكي في معركة ديول البحرية.
2. فشل نابليون في دخول مدينة عكا بسبب مقاومة واستبسال أهل عكا بقيادة أحمد باشا الجزار ومساعدة الأسطول البريطاني وإمداده لأهالي عكا بالمون والذخائر. تاني، بسبب مقاومة واستبسال أهل عكا بقيادة أحمد باشا الجزار ومساعدة الأسطول البريطاني وإمداده لأهالي عكا بالمون والذخائر. 3. قيام محمد علي بمذبحة القلعة عام 1811 رغبة محمد علي في الانفراد بحكم مصر، ولأن المماليك مصدر للقلق والفوضى بالنسبة لمحمد علي. تاني، يبقى قيام محمد علي بمذبحة القلعة للتخلص من المماليك والانفراد بحكم مصر، ولأن المماليك مصدر للقلق والفوضى بالنسبة لمحمد علي. ب. إلى من تنسب الأعمال التالية. 1. قائد فرنسي تولى قيادة الحملة الفرنسية في مصر بعد رحيل نابليون بونابرت إلى فرنسا سرا، كليبر. 2. أنشأ خط حديدي من القاهرة إلى السويس، سعيد باشا. 3. زعيم مصري عارض مد امتياز قناة السويس 40 عاما أخرى، محمد فريد. 4. وزير خارجية بريطانيا الذي تفاوض مع عدل يكن باشا عام 1921، كيريزون. ج. صوب ما تحته خط. 1. قاد نيلسون الحملة الإنجليزية على مصر عام 1807، قاد فريزر الحملة الإنجليزية على مصر عام 1807. 2. سافر أحمد عرابي ورفاقه إلى مؤتمر الصلح بباريس للمطالبة بالاستقلال في عام 1919، سافر سعد زغلول. 3. اجتمع زعماء الشعب المصري في عام 1805 وقرروا عزل خورشيد باشا وتعيين عمر مكرم بدلا منه، تعيين محمد علي. السؤال الرابع: ألف، ما النتائج التي ترتبت على 1. تحطيم الأسطول الفرنسي في موقعة أبي قير البحرية في 1798 أدى إلى حصار الأسطول الإنجليزي لشواطئ مصر الشمالية والقضاء على آمال فرنسا في السيطرة على سواحل البحر المتوسط وحرمان الحملة من إمدادات فرنسا لها وشعور الجنود الفرنسيين بأنهم محاصرون داخل مصر. 2. تحطيم الأسطول الفرنسي في موقعة أبي قير البحرية، حصار الأسطول الإنجليزي لشواطئ مصر الشمالية والقضاء على آمال فرنسا في السيطرة على سواحل البحر المتوسط وحرمان الحملة من إمدادات فرنسا لها وشعور الجنود الفرنسيين بأنهم محاصرون داخل مصر. 2. اضطهاد عثمان رفقي باشا للضباط المصريين وعدم ترقيتهم، ترتب على ذلك قيام حادثة قصر النيل ضمن أحداث ومراحل الثورة العرابية. يبقى اضطهاد عثمان رفقي باشا للضباط المصريين وعدم ترقيتهم ترتب على ذلك قيام حادثة قصر النيل ضمن أحداث ومراحل الثورة العرابية، حيث تحرك رجال الجيش وعلى رأسهم أحمد عرابي للمطالبة بعزل عثمان رفقي ناظر الجهادية. 3. معارضة الشعب المصري لدستور 1930 ترتب على ذلك اضطر الملك فؤاد الرضوخ لمطالب الأمة وإعادة دستور 1923. يبقى لما عارض الشعب المصري دستور 1930 اضطر الملك فؤاد للاستجابة لمطالب الأمة وإعادة دستور 1923. ب. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1. كان أول لقاء عسكري بين المماليك والحملة الفرنسية في موقعة شبرخيت. 2. أصبحت لمصر مكانة دولية بعد حروب محمد علي في بلاد اليونان. 3. أسس الخديو مجلس شورى النواب في عام 1866، الخديو إسماعيل. 4. تم إلغاء الامتيازات الأجنبية في مؤتمر عام 1937 ميلاديا، إلغاء الامتيازات الأجنبية في مؤتمر مونترو عام 1937. ج. ماذا كان يحدث إذا 1. لم ينحاز محمد بيك أبو الدهب للسلطان العثماني ضد علي بيك الكبير؟ إيه اللي كان هيحصل؟ لم تفشل حركة علي بيك الكبير الاستقلالية وبالتالي عودة مصر إلى حكم المماليك وانتهاء تبعية مصر للدولة العثمانية. 2. لم تفشل حركة علي بيك الكبير الاستقلالية
وبالتالي عودة مصر إلى حكم المماليك وانتهاء تبعية مصر للدولة العثمانية. 2. لم يتم اكتشاف حجر رشيد. لم يتم التعرف على التاريخ المصري القديم. تاني، إذا لم يتم اكتشاف حجر رشيد لم يتم التعرف على التاريخ المصري القديم. 3. لم يتم عقد الاتفاق الودي بين إنجلترا وفرنسا عام 1904. لم تنفرد إنجلترا بحكم مصر، ولم تتخلى فرنسا عن مساندة مصطفى كامل ضد الاحتلال البريطاني. تاني، إذا لم يتم عقد الاتفاق الودي بين إنجلترا وفرنسا لم تنفرد إنجلترا بحكم مصر، ولم تنفرد فرنسا بحكم المغرب، ولم تتخلى فرنسا عن مساندة مصطفى كامل ضد الاحتلال البريطاني. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حل امتحان محافظة السويس، وما تنساش تتابع معانا باقي حل الامتحانات، واشوفكم في فيديو جديد. كان معكم معلم أول دراسات اجتماعية مستر أحمد زغلول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.